أصدقائي الكرة، مع عادل على اليوتيوب والفيسبوك. أهلا وسهلا بحضراتكم. لو بتشوفنا على اليوتيوب اشتراك في القناة ولايك وشير، ولو بتشوفنا على الفيسبوك متابعة للقناة ولايك وشير عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من السادة المتابعين. استمرارا للنتائج المذهلة لفرقنا المصرية في بطولتي أبطال إفريقيا لدوري الأبطال والكونفدرالية، فوز النادي الأهلي على فريق ميدياما الغاني 3-0، وبيحقق أول 3 نقاط في المجموعة. فريق بيراميدز بحقق الفوز على مازيمبي 1-0 وبحقق أول 3 نقاط في مجموعته. نروح للكونفدرالية والفوز الجميل جدا في أولى خطوات نادي الزمالك في بطولة الكونفدرالية 1-0 على فريق أبو سليم الليبي. على الجانب الآخر فريق فيوتشر بيفوز على سوبر سبورت الجنوب أفريقي 1-0 وبيحقق أول 3 نقاط في مجموعته. بالتوفيق للأربع فرق المصرية في بطولتي أبطال الدوري والكونفدرالية. نادي الزمالك طبعا اتكلمنا بالتحليل على مباراة الأهلي، النهارده هنتكلم على مباراة الزمالك. فريق الزمالك لعب مباراة ممتعة جدا للدقيقة 75، من الدقيقة الأولى للدقيقة 75. مباراة فريق الزمالك مسيطر على المباراة من أول دقيقة للدقيقة 75. أضاع العديد من الفرص إلى أن تمكن يوسف أوباما من إحراز الهدف الوحيد لنادي الزمالك من ضربة ركنية نفذها زيزو على رأس أوباما، يحرز الهدف الأول لفريق الزمالك في الدقيقة 75. آخر ربع ساعة انقلب الحال بالنسبة لنادي الزمالك. لاحت لفريق أبو سليم العديد من الفرص للتعادل في المباراة، ولكن العناية الإلهية هي اللي أخرجت نادي الزمالك بالفوز 1-0. إيه أسباب تراجع نادي الزمالك؟ طبعا الزمالك مسيطر من أول دقيقة، الإرهاق البدني على اللاعبين وسوء التغييرات لمعتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك. سوء التغيير، المفروض أنا اللعيبة تعبت عندي لما بنشط ب5 لاعبين اللي هم تغييرات، بنزل لعيبة تقدر تخدمني في المباراة، ما بنزلش أسماء عشان أراضيها إن هي شاركت في المباراة. فسوء التغييرات هي اللي ادت لتراجع فريق الزمالك في اخر 15 دقيقه، الى انقذت العارضه العنايه الالهيه، انقذت نادي الزمالك من جول التعادل لفريق ابو سليم الليبي ليحقق نادي الزمالك اول 3 نقاط. نادي فيوتشر بيحقق الفوز على سوبر سبورت الجنوب افريقي 1-0، تمكن من إحراز هدفه الوحيد في الدقيقة 76، وكانت مباراة قوية. كان نجم المباراة الأول جنش حارس مرمى فريق فيوتشر. بالتوفيق لأنديتنا الأربعة في بطولات إفريقيا إن شاء الله للصعود لتحقيق نتائج جيدة لهم ورفعة اسم مصر إفريقيا. نروح بعد كده واستعدادات نادي الأهلي لمباراة سموحة يوم الثلاثاء القادم في 7 مساء. النادي الأهلي يستعد للمباراة بدون راحة. نادي الأهلي بيستعد بدون راحة لأن الفرق الزمني ما بين مباراة ميدياما وسموحة يومين فقط. فالنادي الأهلي بيستعد طبعا تدريبات في الجيم للاعيبة اللي شاركت أساسية في المباراة، وتدريبات بدنية للاعبين اللي ما شاركوش في المباراة. هيقعد لنا ان شاء الله في المباراة دي علي معلول، طبعا غاب للفترة السابقة بسبب شد في العضلة الخلفية. ايضا يعود عمرو السولية، طبعا عمرو السولية ركيزة من الركائز الاساسية للنادي الاهلي في وسط الملعب، بيعودوا للنادي الاهلي ان شاء الله في المباراه دي مع كامل جاهزيه باقي الفريق ان شاء الله. وتشكيلنا المتوقع للمباراه دي لن يخرج عن محمد شناوي في حراسه المرمى، محمد هاني باك يمين، وارجح كريم الدبيس، ما ينفعش ادفع بعلي معلول وهو لسه راجع من اصابه. كريم الدبيس باك شمال، وياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم مساكين. نلعب بايه بقى؟ نلعب نريح ديانج، لان ديانج بصراحه ظهر ان هو مجهد في المباراه السابقه. نريح ديانج ونلعب بمروان عطيه
لاعب 6، وقدام إمام عاشور، وبجواره ممكن نلعب بندفي، ممكن نلعب بقفشه. بس انا ارجح ان لازم اضغط على نقطه الضعف بتاعت سموحه اللي هو خط دفاعه، اضغط ان انا العب قفشه وامام عاشور، وعندنا مروان عطيه رقم 6. لا خلاف على المباراه الكبيره اللي لعبها حسين الشحات المباراه السابقه. حسين الشحات يبدا اساسي. يبقى في عندنا في الجناح اليمين طبعا لو طاهر كان جاهز ان هو يبدا المباراه. طاهر طبعا اتعرض لاصابه في نهايه مباراه ميدياما. ممكن نلعب بكريم فؤاد جناح يمين. تيجي الحته الهجوميه، طبعا دي اخر مباراه في 6 مباريات الايقاف لكهرباء، فمش هيلعب مباراه سموحه. انا احفز ان ممكن يلعب بيرسي تاو في مركز الهجوم، او صلاح محسن يلعب. هتقول لي طب موديست، اقول لك موديست ممكن ينزل كتغيير، لكن ان العبه اساسي والاهلي يبدا المباراه ناقص لاعب، ده الشيء اللي مش كويس. ده بالنسبه لتشكيل النادي الاهلي لمباراه سموحه ان شاء الله. طب يفوح في الافق الغرامه الماليه اللي هي هتوقع على صلاح محسن، لان صلاح محسن بعد احراز الهدف شاور الجمهور سكوت، مش عايز حد يتكلم. ان الجمهور هاجمه الفتره اللي فاتت ان هو لاعب سلبي. الجمهور لما بيهاجمك ده حافز ليك ان انت تبقى كويس. ففي عقوبه ماليه سوف توقع على صلاح محسن، وده ما يمنعوش ان هو يشارك في المباراه. ده كان موجز سريع لنتائج فرقنا في البطولات الافريقيه واستعدادات النادي الاهلي لمباراه سموحه القادمه ان شاء الله. في نهايه لقائي ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير ومتابعه لقناتنا على الفيس وعلى اليوتيوب علشان نقدر نوصل لاكبر عدد من الساده المشاهدين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.